صباح الفل على كل متابعين يوميات عايزه تنام. النهارده بقى هصور لكم حاجه حلوه جدا، معرض زهور الربيع. هو معمول يا جماعه في المتحف الزراعي اهو، هو تم افتتاحه يوم 27 مايو ولحد 27/6 ان شاء الله. ده المتحف الزراعي، المدخل اخر باب خالص اهو. المدخل بيبقى بتاع المعرض من اخر باب خالص، في اخر الرصيف اهو. بدخوله 10 جنيه بس، ويا جماعه بيتباع فيه كل انواع الزرع اللي تتخيلوها باسعار حلوه جدا. انا صورتها لكم وان شاء الله الفيديو يعجبكم. غندور فارم قولي بقى النهارده ايه النباتات الزينه والحاجات اللي ممكن تحط في البيوت المتاحه عندكم؟ النباتات المطلوبه دلوقتي اكتر حاجه هي الحاجات اللي في المطبخ. في نعناع، في ريحان. وريني كده دول. نعناع بلدي. نعناع بلدي. في ريحان جوه. اتفضلي حضرتك تصورهم وانت ماشيه. اهو ده نعناع وريحان، ريحتهم حلوه جدا. في نعناع سعودي ونعناع سعودي كمان. في روزماري. وروزماري. كل دي حاجات للمطبخ. في لافندر، دي ياسمين بلدي. وفي ياسمين بلدي يا جماعه حلوه قوي. دي كل الحاجات دي ممكن تحط في البيوت عادي. نحطها في البلكونات بقى. في البلكونات بيحطها في البيوت. في زرع دول كمان. في حاجات ممكن تتحط من جوه بقى. اتفضلي حضرتك بصي. اسعارهم ايه طيب الريحان والنعناع والحاجات الحلوه دي؟ ب 5 و10. ب 5 و10 جنيه بس. نعناع سعودي ب 10 جنيه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، حاجات حلوه قوي ما شاء الله. في زرع دول. في بوتس، حاجات داخل البيوت ده. دول بقى بيتحطوا جوه البيوت. كل اللي انت حاطط ده زرع طبيعي ده ما شاء الله. الله اكبر، شكله ما شاء الله كانه صناعي يعني، حلو قوي. حاجه ب 45 جنيه هنج البوتس ده. في حاجه اسمها ديفنباخيا اللي هي دي. ب 130 جنيه. ده ب 130. الحاجات دي بتتحط في الظل عادي داخل البيوت. ازاي نحافظ على زرع زي ده لو انا اشتريت نبات ظل او نعناع او كده؟ بتحطيه جنب ضوء الحاجات اللي هي اللي هي مش ظل لازم تتحط جنب ضوء. مش ظل، تتحط في الشمس زي كده. في الشمس. الظل تتحط جنب شباك ازاز وبتاخد التسميد بتاعها عادي وتظبط الميه. الميه والسماد بتاعها بقى. السماد بتاعها ممكن اجيب من عندكم السماد ده متاح برضو؟ موجود، كل حاجه موجوده هنا كده. يعني انت دي اكتر حاجه. والحاجات الحلوه الورود الحلوه دي ايه بقى؟ فل بلدي. فل اهوت. انا لسه كنت اقول لك انا شم ريحه فل اصلا. الفل موجود اهوت مزهر. بكام ده؟ تمام، دي ب 15 جنيه. تمام. في ورود اهي ب 5 جنيه. موجوده شمس، تحطها قدام البيت او حاجه زي كده. تطلع برضو مزهره طول السنه. طول السنه. دي اسعار حلوه يعني 5 و10 وفي فواكه ايه بقى؟ طرحه. اتفضلي. في كمكوات، فيه ليمون مطعوم. كمكوات طرحه اهو. دي بتحطوها على الروف بقى او في البلكونه. كمكوات طرحه اهو. ده ايه ده بقى ده؟ بيتاكل زي هو ميزز شويه كده، نوع من انواع الموالح يعني. بيتاكل بقشره. وفي ليمون مطعوم، فيه خوخ، فيه مشمش، فيه برقوق، فيه تفاح. ايه ده هنا خوخ ومشمش وتفاح؟ بس في حاجات بقى اتباعت. التفاح كان طارح هنا واتباع. ما شاء الله خلص ما شاء الله. بس هتجيبوا تاني طيب؟ بأمر الله. عشان المعرض لسه مستمر ان شاء الله. شغالين ان شاء الله. هو المعرض لحد يوم ايه؟ 27/6. 27/6 للي عايز يجي ان شاء الله. متاح عندكم هو كل طبعا اللي هو صبار الشعر ده. ده طبعا ناس كتير بتسالني. بسم الله ما شاء الله شغال حلو. ما شاء الله. ده بيتحط بقى برضو في الاضاءه. ده داخل البيت بس في مكان ضوء شديد او بره في الشمس. لازم شمس. بكام بقى صبار؟ 15. ب 15. ده يا جماعه الحاجه بتبدا من 5 عشان الناس ممكن تفتكر الاسعار غاليه. في حاجه زي دي، حاجه اسمها كنه بتزهر زهره حلوه قوي ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. حلو قوي. والناحيه الثانيه ده ايه الحلو ده؟ دي حاجه اسمها بسليله داخل البيت. ثانيه عدي بعد اذنكم. ما اعتقدش. بسم الله. بس ليلة دي ظل داخل البيت. دي ظل داخل البيت ممكن عادي تحطه جوه البيت زي الجاردينه. دي حلوه قوي. دي عباره عن ايه بقى؟ دي زرعه ظل اسمها بس ليلة بس في اليوم داخل البيت ب 130. بتطلع ريحه حلوه برضه، شم ريحه حلوه. لا في جاردينيه بقى بس مش مظهره دلوقتي. جوه داخل البيت بقى. وحاجات الورود دي حلوه قوي. في توت بقى عماني برضه. ده توت. ده عايز بلكونه برضه. في بلكونه او في الروف. او حد عنده روف بقى فوق يا جماعه ممكن يحط. مطعوم بيتباع عليه الطرحه والطرحه. توت ابيض. التوته الطويله البيضه المسكره دي. ما شاء الله. دي سعرها ايه بقى؟ دي ب 80 جنيه. 80 جنيه ما شاء الله. ما شاء الله. وحلو الورد الاحمر الجميل ده. او سجاده. بنحط بره في الظل، البلكونه ظل. تقص منه اي عوله وتزرعها 4 ايام بيبقى عندك منه بيض صغير. ما شاء الله. وريحتها برضو حلوه صح؟ ريحه كويسه، الزرع كله ريحته. هو اصلا واحد واقف هنا شامل حلوه. وده بقى ده حاجه اسمها تويه. زي السرو والليمون واللي هو بتاع عيد الميلاد ده.
بنزرع برضه في الشمس في البلكونات وكده. ده روزماري اهوت. وده النعناع البلدي اللي انت عارف. النعناع ما شاء الله ريحته جميله ما شاء الله. حلو قوي ما شاء الله، تحفه يا جماعه ما شاء الله. النعناع ده الحاجات بقى ب5 و10 هو الروزماري والحاجات دي 5 و10. وده ايه ده بقى النبات الحلو ده؟ هات الزرع اللي بره يا محمد انت مصطفى. نعم ده ريحان. ده ريحان برضه. ريحان اكل وريحان عادي. حلو قوي. ريحان بياخدوا دلوقتي منه ده ويكتروا منه التاوي دي، لو خدت شويه وعملتهم كده عندك يشتغل. ما شاء الله. في تشكيله ما شاء الله. ده اللي هي الاركات اللي بنحط في اماكن يكون عندك كورنر ولا كده. هي حضرتك وريني بقى ايه اللي عندكم للبيوت؟ ده نعناع. نعناع بكام بقى سعره؟ ب10. ب10. والريحان ب10. والريحان ب10. هي الوحيدة. وعندكم فين الفل بقى؟ فين الفل؟ هو ده. دي بكام بقى؟ ب50. طب ايه عندكم تاني عليه اقبال او الناس بتيجي تشتريه؟ حاجه زي الكاليوس. في منه صغير في منه كبير. بكام ده؟ الكاليوس الكبير ب45، الصغير ب10. ب10 و45 الكبير. وايه النباتات اللي بتدي ريحه في البيت خاصه لو حطيتها؟ في برضك الريحان. النعناع طبعا والريحان ريحتهم ما شاء الله حلوه قوي. والكازلينا. بكام الكازلينا ده؟ الكازلينا ب30. ليه ريحه برضه، هو ورق كده تحس ان هو بيلمع. ريحه فعلا فيه حلو قوي. هو دول بقى بيتحطوا في الشمس في البلكونه. وفي حاجات تانية اللي هي متعلقه دي بتتحط في الظل جوه. جوه البيت. عادي. طب ازاي نحافظ عليه لما يبقى عندي في البيت؟ على حسب الجو على حضرتك. يعني الجو مثلا لو الجو حلو لطيف يعني ممكن كل يوم كوبايه ميه. الجو حر قوي ممكن في اليوم مرتين. مثلا مره الصبح ومره بالليل اسقيه ميه. وليه سماد بقى باخده من عندكم مثلا؟ في سماد NPK ده بتحطيه على اي زرع. يعني بيقويه شويه. والسماد ده بتحط يوميا ولا ايه؟ ولا لا كل 15 يوم كده. كل 15 يوم احط له سماد. معلقه ممسوحه على لتر ميه. معلقه ممسوحه على لتر ميه سماد كل 15 يوم للزرع عشان احافظ عليه. عشان احافظ عليه. اسال بقى طنط سلطانه مكانها فين؟ استنى بس بيكون مرض ومرض.